السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وبناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك 70 ورشة على القناة واكتر. آه فيديوهات في منها حصر كتير. احنا اللي نفذناه. في عندنا اكسسوارات كتير. في كورس لتعليم شغل الشنط للمبتدئين. لو انت مبتدئه وعايزه تبتدي مشروعك، يلا بقى احنا ابتدينا الصيف، ويلا ابتدي مشروعك بامر الله، ابتدي بالكورس. وما تنسيش تتابعيني على صفحتنا على الفيس عالم هناء للخرز. بنبتدي مع بعض اهو. ابتدينا اول فيديو للكورس، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تباعا، وهنفضل مع بعض كده لغايه ما تقولي لي خلاص يا طنط انا اتعلمت ان شاء الله بامر الله. وبعد كده ننفذ برضو شنط وفيديوهات تانية مع بعض واكسسوارات بامر الله. فلو انت مبتدئه انصحك بان تبتدي بالكورس. الكورس كامل موجود على القناه. ولو انت برضو عايزه تتابعيه على الفيس، احنا لسه بنعمله لكن هو جاهز على القناه، هتلاقيه في اي صندوق وصف تحت الفيديو. هتلاقي كلام تحت الفيديو اللي هو كام مشاهده، هتلاقي كلمه المزيد، دوسي على كلمه المزيد هيوصلك لصندوق الوصف، هتلاقي فيه كل اللينكات بامر الله. طيب احنا النهارده جايين نعمل ايه؟ هنعمل شنطه حلوه قوي. الشنطه دي احنا كنا نفذناها في بدايه القناه، وكانت حصري عندنا برضو، احنا اللي نفذناها. وكانت هي الشنطه تعتبر من الشنط اللي عايزه تركيز، لان هي مش غرزه رباعيه ولا سداسيه عاديه ولا بتاع، لا دي غرزه كده حلوه كده، وشنطه راقيه قوي، وغرزه جميله. الشنطه دي انا زي ما قلت لكم نفذتها ونزلت الصوره بتاعتها على الفيس، على صفحتنا عالم هناء للخرز. لقيت عليها اقبال جامد جدا. بس كان في من متابعه ليا، هي اجنبيه مش مصريه، قالت لي طبعا بعد الترجمه يعني ان الشنطه غرزتها حلوه قوي والشنطه راقيه جدا، بس المشكله عندك في التصوير. عندها حق. انا في البدايه فعلا التصوير عندي كان يعني ولا ينفع بنجله. لا كنت بعرف اظبط الاضاءه، ولا كنت بعرف اعمل مونتاج. يعني برضو دلوقتي انا ما وصلتش للاي 1 برضو يعني في المونتاج وفي الحاجات دي، بس عموما دلوقتي التصوير والاضاءه مرضيين لاي حد بيتفرج يعني، ولا ايه؟ فقالت لي ان التصوير مش حلو، وان في مخلي التصوير كمنه في حركه كتير، في الاضاءه رايحه جايه، وعكس حاجات كتير الاضاءه. فقالت لي انا مش عارفه اركز، مش عارفه اركز في الفيديو. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا غير حاطه البرنامج بتاع الصلاه بس. فقررت، ممكن من فضلك انا كنت توقفي. فبالصدفه كده جالي اوردر نفس الشنطه. قلت لا بقى، طالما ايه الاضاءه مش عاجباهم والتصوير مش عاجبهم، تعالي يا بنتي يلا اعمليها لهم تاني. احنا ورانا ايه؟ نطلع نعمل الاوردرات معاكم ولا ايه؟ ادينا بنونس بعضينا ولا ايه؟ فهنعمل الشنطه تاني، وان شاء الله برضو يعني هتبقى بشرح برضو ابسط فابسط، علشان الشنطه شغلها كتير وعايزه تركيز. فلا هعملها لكم بالراحه. انا كنت عاملاها كلها على بعضها في فيديو واحد، فلا انا شايفه ان انا كنت مستعجله ان انا اخلصها فعلا، عشان البنوته اللي كانت بعتلي عليها حرام كان عندها اوردر ليها، وانا كنت عايزه اخلصها لها لاني وعدتها ان انا هنزلها لها. ف زي ما تقولوا كده انا عملتها في يوم وليله عشان خاطرها، وكانت الغرزه جديده عليا. فانا قعدت الاول افهم الغرزه وانفذها
واشوف اسهل طريقه انزلها لكم بيها واسهل تقفيل. يعني التقفيل ده انا عملته بكذا طريقه لغايه ما وصلت للطريقه اللي انا عملتها لكم. فلا انا استعجلت فعلا في ان انا نزلت الفيديو ده كده على بعضه، فلا هعملها لكم بامر الله وان شاء الله هتعجبكم. عايزه اقول لكم ان الشنطه دي جايبه 300 لايك، وبنات كتير قوي بعتت لي عليها. 300 لايك على الفيس مش على القناه. بنات كتيره بعتت لي طنط احنا عايزين ننفذها، فيلا ننفذها مع بعض. وان شاء الله التصوير يبقى احسن والطريقه تبقى اسهل، وبس تابعوني. تمام، يلا بينا بقى نبتدي ورشتنا ونشوف هنحضر ايه وهنحتاج قد ايه من الخرز علشان نعمل الشنطه القمر اللي احنا هنعملها دي. نسمي بسم الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ويلا نبتدي ورشتنا. يلا بينا، يلا بينا نشوف خاماتنا. عايزه نص كيلو مقاس 16 لولي، مقاس 16 ده اوف وايت طبعا بلاستيك، ده نص كيلو. تمام، عايزه مقاس 8 ده حوالي 200 جرام، يمكن ناخد اقل من كده كمان، بس انا عامله حساب كمان اليد. خيط انا عندي مقاس 50، انتي استخدمي مقاس 60 لو ايدك لسه مش جامده قوي. انا بعرف اتحكم في الخيط بتاعي. المقص بتاعك والبنز، ويلا نبتدي على خيط الله. الشنطه كلها غرز سداسيه مع اختلاف مقاسات الخرز. مقاس الخرز اول غرزه كلها مقاس 8. خرز ده السي بي يا بنات، اعلى ده الدرجه الاولى يعني. ادي 6 خرزات كلهم مقاس 8 وهربط. اهو هزق كده الخرزه بتاعتي عشان ادخل العقده جوه. تمام، دلوقتي انا هشتغل على طرفين الخيط عشان عايزه اعمل عرض الشنطه. تمام، هعمل ايه؟ هحط واحده مقاس 16 وبعدين 8 وبعدين 16. تمام، لو زنقت معاكي لفي وارجع واعمل الحلقه بتاعتي كده. تمام، الطرف التاني هحط فيه واحده مقاس 16 وواحده مقاس 8. تمام، وبعدين هدخل الطرف التاني جوه الحلقه اهو، بس انا هلفه مرتين علشان الغرزه بتاعتي تبقى جامده. خلاص طلعت، ننزلها تاني. تمام، هتزقي كده الخرزه بتاعتك علشان تدخلي العقده في النص. ادي تاني غرزه. تمام، الغرزه التالتة عباره عن ايه؟ بصوا، صغير كبير صغير، وارجع كده واعمل الحلقه بتاعتي. تمام، دخلي الناحيه التانيه سقطي فيها بقى صغير كبير. تمام، وهربط كده. عملت 3 غرز. الشنطه كلها عباره عن ال3 غرز دول. انا دلوقتي واقفه على خرزه مقاس 8، يبقى اللي جايه كلها مقاس 8. هحط 3 في طرف
كلهم مقاس 8. وارجع كده واعمل الحلقة بتاعتي، ادخل الطرف التاني واسقط فيه خرزتين مقاس 8. تمام، واربط. يبقى احنا كده كررنا الغرزة الأولانية تاني. هنكرر الغرزة التانية. أنا واقفة عند واحدة صغيرة اللي هي نهاية السداسية ديت اللي هي كلها مقاس 8، يبقى هتبتدي بكبير اهو، كبير صغير كبير، وارجع كده واعمل الحلقة بتاعت الربط اهي، وادخل الطرف التاني فيها وبعدين اسقط الخرز جواه. هيبقى كبير صغير. تمام، نزلي لتحت. انا هربط في اللي هي مقاس 16، الخيط بتاعي رفيع، انا هعمل ربطتين، هلف لفه كمان. تمام، شدي كده وبعدين اسحبي الخرزه عشان تدخلي العقده لجوه. طيب الغرزه اللي وراها انا واقفه على واحده كبيره، كبير يبقى هبتدي بصغير، صغير كبير صغير، 3 اهم، 3 في طرف و2 في طرف. عملت الحلقه بتاعتي اهي، هدخل فيها الناحيه التانيه الطرف التاني وهسقط فيها صغير كبير. تمام، ممكن بقى في مقاس 8 دي مش مشكلة، عايزي الخيط مقاس 50 بيبقى كويس فيه، واشد كده جامد. خلاص، يبقى انا كده كررت ال3 تاني، 1 2 3 4 5 6، هكرر تاني لغاية ما اكملهم كام؟ لغاية ما اكملهم 10. انا بكرر ال3 دول اهو، 3 في طرف وارجع كده اعمل الحلقة، والناحية التانية هحط 2. اهو تمام، اللي وراه كبير صغير كبير، وارجع كده واعمل الحلقة بتاعتي وادخل فيها الطرف التاني بتاع الخيط، وبعدين هحط كبير صغير. تمام، هربط مرتين. هسقط كده ايه الخرزة لتحت. تمام، يبقى حطيت كبير صغير وبعدين ربط اهو. الغرزة اللي وراها صغير كبير صغير. الناحية التانية صغير
كبير. تمام. تعالوا بقى نعد كده احنا عملنا كام غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى اللي جايه دي ال10، يبقى دي اخر غرزه في السطر بالعرض. تمام، اخر غرزه في السطر بالعرض. هتيجي بالخيط طرف خيط واحد بقى، انت واقفه على واحده هتحطي 5 مره واحده. أربعة 5، 5 خرزات كلهم مقاس 8. واعمل الحلقه بتاعتي كده واربط كده. طلعنا على السطر التاني. هنشتغل بقى على طرف الخيط اللي من بره. كملي شغلك علشان الشنطه تطلع جامده. انتي واقفه على الخرزه اهي مقاس 8 دي. تمام، هتخشي في اللي جنبيها اللي هي مقاس 16. هنشتغل بقى دلوقتي سداسي على 2 اهو. دخلنا في مقاس 16 اهي. انا معايا كام خرزه؟ 1 2، يبقى فاضل لي 4. ترتيب الخرز كبير صغير كبير صغير. هعمل الحلقه بتاعتي واربط. تمام. تمام، الخيط اللي من تحت هو اللي بيخش في الخرز اللي من تحت. تمام. انا خلاص بقى في كل مره هخش في 2. هخش في الاتنين اللي هما مقاس 8 دول مع بعض اهم. كده بقى معايا ايه؟ 3 كلهم مقاس 8 اهو. 1 2 3 مقاس 8. هكملهم 6، بحط عليهم 3 كلهم مقاس 8. وارجع كده واربط. تمام. طيب اللي وراه هدخل في الاتنين اللي وراه. عندك واحدة مقاس 16 وبعدين مقاس 8. دخلت في 2. طيب عندي بقى كام خرزة بين الخيطين؟ 1 2 3، يبقى فاضل لي عليهم 3. ترتيب الخرز ايه؟ انا واقفة على صغير يبقى هبتدي كبير صغير كبير. وارجع واربط. تمام. وبعدين هتدخلي في الاتنين اللي وراهم. فين بقى الاتنين اللي وراهم؟ نركز كويس بقى عشان انت عندك واحده اهي مقاس 8 اهي، واحده اهي وادي التانية، يبقى هتخشي في الاتنين دول. هيبقى برضو معاكي 3، يبقى فاضلك عليهم 3. انا واقفه عند الكبير يبقى هبتدي بالصغير. صغير كبير صغير. واعمل الحلقه بتاعتي واربط. تمام. وبعدين هدخل في الاتنين اللي وراهم اهم مقاس 8 الاتنين اهم. يبقى معايا ايه؟
3 بين الخيطين كلهم مقاس 8. هحط عليهم 3 مقاس 8. اهي تمام. هدخل في الاتنين اللي وراه مقاس 16 وبعدين مقاس 8. اهو واقفه عند خرزه ايه انا صغيره اهي مقاس 8، يبقى هبتدي بالكبير. كبير صغير كبير اهو، وارجع كده اعمل الحلقه بتاعتي واربط. شدي كده العقده عشان الشغل يبقى جاي. اللي جايه ما ننساش ان في واحده مقاس 8 اهي، مش عشان هي ايه مضمومه كده تبقى مش باينه، لا 8 وبعدين 16. معايا 3. الخيط واقف عند خرزه ايه كبيره ولا صغيره؟ كبيره، يبقى هبتدي بصغيره. صغير كبير صغير واربط. ادخل الطرف التاني كده واشد. الاتنين اللي وراهم مقاس 8 اهو تمام. معاكي 3 تحطي عليهم 3 كلهم مقاس 8. اهو تمام. دخلت بقى في الاتنين اللي وراهم. دي تعتبر اخر غرزة في السطر التاني. تمام. اقلبي شغلك كده. تمام. الخيط اللي من بره انت واقفه على واحده صغيره، تمام، يبقى هتحطي كبير صغير. انا عايزه بقى ايه؟ مش هحط التلاتة، انا هحط 2 في طرف وواحده في طرف. 2 في طرف وواحده في طرف في السطر ده. ادي 1 2 هحط كبير وبعدين صغير واعمل الحلقه بتاعتي. ليه؟ هقول لكم ليه. الطرف التاني هحط فيه واحده كبيره، طرف الخيط التاني هحط فيه الكبيره. ليه؟ لان انا عايزه اقف على الخرزه مقاس 8 دي. انا عايزه ابقى واقفه هنا. ليه؟ عشان اعمل نفس الغرزه دي فوق هنا. انا عايزه الغرزه دي كلها اعملها في الجنب من هنا. انا معايا خرزه هحط عليهم 5 كلهم مقاس 8. 1 2 3 4 5 واربط. اهي السطر من عندي من هنا هيبقى سطر غرزة سداسية كلها 8 وبعدين خرزة كبيرة وبعدين غرزة سداسية كبيرة وبعدين خرزة كبيرة. السطور عندي هتبقى كده. تمام. الغرزة اللي وراها هدخل بقى في 2. ادي 1 2 مقاس 16 وبعدين مقاس 8. بقى معايا 3 خرزات واقفة على خرزة ايه صغيرة اهي.
يبقى هعمل كبيرة صغيرة كبيرة، وارجع كده مرتين واربط. لو خيطك طبعا تخين خلاص مفيش مشكلة. هدخل في الاتنين اللي وراهم زي السطر اللي فات اهو، 1 2. وكل مرة بدخل 2، واقفة عند خرزة كبيرة يبقى هبتدي بالصغيرة، صغير كبير صغير. بعدين في الاتنين مقاس 8، واحد 2. بقى معايا 3 خرزات كلهم مقاس 8، هحط عليهم 3 يبقى مجموع الغرزة 6. 3 مقاس 8. ورا تمام. بعدين هخش في الاتنين اللي وراهم 16 وبعدين 8 واقفة عند الصغيرة يبقى هحط الكبيرة الأول. واقفة عند ايه؟ صغيرة اهي، يبقى كبير صغير كبير، وارجع واعمل الحلقة بتاعتي واربط، ادخل الطرف التاني من الخيط. الاتنين اللي وراهم تمانية وستاشر، واقفة على الكبير وهبتدي بالصغير. صغير كبير صغير. وبعدين هدخل في الاتنين اللي وراه معايا 3، احط عليهم 3 كلهم مقاس 8. وارجع واربط الاتنين اللي وراه كبير وبعدين صغير. واقفة عند واحدة صغيرة هبتدي بالكبير، كبير صغير كبير. الاتنين اللي وراهم مقاس 8 وبعدين مقاس 16. هحط بقى صغير كبير صغير.
ركز بقى هنا. تمام. في السطر ده بقى انت هتنزلي في مقاس 8 الاخرانيه دي اهي، شايفين اللي تحت دي هيبقى معاكي 2 مقاس 8 اهو، انزلي فيها كده الخيط اللي بشغلك، هيبقى معاكي 2 مقاس 8، يبقى محتاجه عليهم 4. كلهم مقاس 8. تمام كده. هكرر بقى اللي انا عملته تاني. هدخل في مقاس 16 اللي جنبها دي، هيبقى معايا 2 محتاجة عليهم 4 عشان يبقوا 6. انا واقفة عند واحدة صغيرة اهي، يبقى هبتدي بكبير كبير صغير كبير صغير، كملهم 4 واربط. اهو تمام، مفهومة كده. وبعدين هتدخلي في الاتنين اللي وراهم دول من معاكوا السطر ده، وبعدين انتوا بقى ايه هتكملوا، يعني احنا بنعيد هو تاني. بقى معايا 3 مقاس 8، حط عليهم 3. اهو هدخل في الاتنين اللي وراهم كبير وبعدين صغير. اظن كده بطريقة الشرح دي ان شاء الله هتعملوها ومش هيبقى في اي مشاكل. كبير صغير كبير. واربط. تمام. اللي وراه 2 اللي وراه الصغيرة دي مقاس 8 دي، وبعدين مقاس 16. صغير كبير صغير. بعدين الاتنين اللي وراهم مقاس 8. معاكي 3 مقاس 8 هتحطي عليهم 3. الاتنين اللي وراهم هتبتدي بكبير صغير كبير. تمام. الاتنين اللي وراهم صغير وبعدين كبير، واحنا واقفين بالخيط على كبير يبقى هنحط صغير كبير صغير.
والاتنين اللي وراه مقاس 8. معايا 3 مقاس 8، هحط عليهم 3. تمام. اخر غرزة في السطر ده هتدخلي مقاس 16 وبعدين واحدة مقاس 8 اهو زي ما انتوا شايفين 16 و8. لفي شغلك كده، الخيط اللي من بره هتحطي فيه مقاس 16 وبعدين مقاس 8. كررناها اهو تاني علشان ما تنسوش. واعمل الحلقة بتاعتي، حطيت 16 و8 وعملت الحلقة. الطرف التاني هحط فيه 16، الطرف التاني هحط فيه 16. تمام اهو. وهربط، هبقى واقفة على الخرزة مقاس 8 دي. الخيطين طرفين الخيط طالعين من مقاس 8 دي اهي، طرفين الخيط طالعين من دي. خلاص انتي واقفة على خرزة واحدة، عايزة تكمليهم 6 عشان يبقوا زي دي. هحط عليهم 5. كلهم مقاس 8. تمام كده. احنا هنكرر بقى الكلام ده تاني، نفس اللي احنا عملناه هنا. انا كده كررته مرتين علشان تستوعبي الفكرة. بصوا لو واخدين بالكم، بصوا الوردة بتاعتنا ظهرت ازاي اهي اهي. طيب احنا هنكملهم كام؟ انا هكمل وارجع اقولك انا عملت كام سطر عشان تعملي بالظبط نفس السطور ونفس الاعداد اللي هقولك عليها. رجعنا من تاني. بصوا حبايبي انا كملت عملتها 9 سطور. طب 9 سطور دول اعدهم ازاي؟ من هنا شايفين الغرزة السداسية دي تعتبر 1، وبعدين الخرزة مقاس 16 دي تبقى 2، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده 9 سطور. طب انا عايزه اعدهم يا طنط من الخرزة الطويلة دي فوق بعض عشان ما اتلخبطش. ماشي يا حبيبتي، بس مش هيبقوا 9، هيبقوا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. هتجهزي لي قطعتين نفس الشكل ونفس الطريقة ونفس الأعداد، وهنرجع مع بعض إن شاء الله في الجزء التاني ونقفل شنطتنا ونعرف ازاي هنقفلها ونكمل اليد، وبأمر الله تبقى سهلة وبسيطة عليكم. وإن شاء الله هنعمل لها برضو كمان بطانة إن شاء الله بأمر الله. تابعوني في الجزء التاني عشان تشوفوا كل التريكات وكل الحركات وازاي هنقفلها. واشوفكم على خير، وما تنسونيش باللايك وبالتعليق الحلو منكم، وما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وتابعوني على صفحتنا على الفيسبوك علم هناء للخرز. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.